قناص شاطر بيبعتوا لي مهمه وبيعرف ان هم اخدوا لي مكان علشان يقتل وحوش، والمكان ده مفيش اي وسيله للهروب منه، وبيلاقي نفسه في مواجهه وحوش غريبه وحشرات كبيره ولازم يحمي نفسه منهم. يا ترى هيعمل ايه؟ عاوزين تشوفوا تشويق واثاره؟ اتفرجوا على ملخص فيلمنا النهارده. بس قبل ما نبدا، لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك علشان يوصل لك كل جديد، وما تنساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل سنه وانتم طيبين. بيبدا فيلمنا مع قناصه شاطره اسمها دارسا، وهي في مهمه وكانت بتنفذها وهي موجوده في مكان متغطي بالشجر ومش باين منها غير سلاحها، وبيوصل الهدف بتاعها ولسه يا دوب هينزل من الطياره وهوب طلقه واحده من دارسا وخلصت عليه وخلصت المهمه بنجاح. وفي مكان تاني بنشوف شاب اسمه ليفي وهو قاعد على البحر وبيكون باين عليه انه حاسس بالوحده، وهو قاعد جات له رساله على التليفون بيستدعوه لمهمه في معسكر بندلتون. ولما وصل قابل مسؤوله مهمه اسمها هيلين قالت له انت عارفني؟ ليفي قال لها لا، لكن واضح ان منصبك كبير، انا شفت القائد بيقدم لك التحيه. هيلين قالت له انا عارفه انك قناص شاطر وقريت ارقام العمليات اللي عملتها وعارفه ان ابوك وجدك خدموا البلد. قالت له انا عارفه انك في اجازه لكن عندي مهمه هكلفك بيها. ليفي يحاول يرفض ويقول لها انه مش مستعد يرجع دلوقتي، لكن هي اقنعته قالت له انت ما بتعملش حاجه وفاضي وحياتك ما فيهاش اي جديد، ولا عندك حبيبه ولا حتى اولاد ولا اهلك موجودين وحياتك فاضيه. وقتها ليفي اقتنع بكلامها ووافق انه ينفذ المهمه. وبنرجع تاني لدارسا وهي في ليتوانيا وكانت مع ابوها عند قبر امها، وكانت بتقول له انها مش كويسه من ساعه اخر عمليه لان الهدف كان عنده 4 اولاد. ابوها قال لها الراجل ده كان سبب في موت اطفال كتير لانه بيشتغل في القنابل الفسفوريه والسلاح وناس كتير ماتت بسببه. دارسا قالت له انها هتروح مهمه وهتتاخر لمده سنه. قال لها سافري، انا خلاص قررت اخلص على حياتي واروح لامك يوم عيد الحب لان المرض اللي عيني اتمكن منه ومفيش امل في العلاج. دارسا قالت له لا ما تعملش كده. قال لها انا خلاص قررت. ساعتها بتودعه بتمشي وهي حزينه، وفي الوقت ده ليفي كان مسافر بالطياره ووصل لمكان المهمه، والمكان كان فيه جبال وغابات والطياره كانت هتنزله بالباراشوت، وهناك هيعرفوه تفاصيل المهمه، وهو ما كانش عارف المكان ده فين ولا هيقابل مين. وبعد ما نزل قابل جندي اسمه جاي اللي فرح جدا اول ما شاف ليفي لان بقاله سنه في المكان ولا بيشوف حد ولا بيكلم حد. جاي سأل ليفي قال له انت هتعرف حاجه عن المهمه؟ ليفي قال له لا معرفش. فجاي قال له انت هتفضل هنا لمده سنه وهتستلم مني برج المراقبه الغربي. ليفي شاف برج قدامه من الناحيه التانيه وفي بينهم وادي كبير، فسأل جاي على البرج اللي قدامه. فجاي قال له ده برج المراقبه الشرقي وممنوع تكلم حد هناك، ده تبع دوله تانيه وعندهم جنود بيحرسوه، والجندي اللي هناك خلص مهمته النهارده وفي واحد تاني هيستلم البرج. ليفي دخل البرج شاف صوره جندي اسمه بيفورد. فجاي قال له تعالى اعرفك انت هتعمل ايه كل يوم. قال له انت هتمشي على الحافه، هتحط ذخيره للمدافع الاليه وهتحط متفجرات بدل اللي هتنفجر، كل حاجه هتلاقيها عندك في المستودع، هتلاقي ترسانه فيها اسلحه وذخيره والغام وكل حاجه هتحتاجها. المكان فيه مخفيات ودي موجوده علشان تخفي المكان عن الاقمار الصناعيه، ومفيش اي وسيله تواصل هنا غير اللاسلكي وبس، وده هتعمل منه مكالمه كل شهر. اللاسلكي فيه زرار بتستعمله في حالات الطوارئ وهو بيبلغهم. ليفي قال له بيبلغ مين؟ فقال له القياده المسؤوله عن المكان. وفوق البرج في صفاره انذار بتضرب لو المكان اتعرف او اتعرض لهجوم الصفارات هتشتغل، ولو اشتغلت بيشتغل بروتوكول اسمه الكلب الضال. ليفي قال له ايه بروتوكول الكلب الضال ده؟ فقال له انا نفسي ما اعرفش حاجه عنه، لكن لو حصل وسمعت صوت الانذار اشتغل يبقى كده في خطر فهتهرب على طول. فقال له المكان ده سري من ايام الحرب العالميه الثانيه وفي قوات من الشرق بتحميه وقوات من الغرب بتحميه، وطول المده اللي فاتت وهو مخفي ومحدش يعرف عنه حاجه، حتى رؤساء امريكا وروسيا بييجوا ويمشوا ما يعرفوش عنه حاجه. ليفي قال له انا مهمتي ايه في المكان ده؟ فجاي قال له مهمتك انك تمنع اللي في المكان من الخروج. ليفي قال له المكان ما فيهوش حد، همنع مين؟ فجاي طلع الخرطوش ولعه ورماه في الوادي فسمعوا صوت. ليفي قال له ايه ده؟ فجاي قال له دول الرجال الجوف. ليفي قال له مين دول؟ فجاي قال له ما اعرفش حقيقه الاسم، ففي جندي في الجيش حراسه هنا سماهم كده، اللي عرفته ان هم بعتوا كتيبه فيها 2400 مقاتل على حصنه ومحدش رجع منهم، وده كان في نهايه الاربعينات. فقال له حصل لهم ايه يعني؟ فقال له ما اعرفش، لكن كل اللي اعرفه ان المكان ده هو الجحيم واحنا بنحرسه. بعدها سابه يواجه مصيره ومشي، وتاني يوم جت الطياره اللي هتاخد جاي وترجعه، لكن المفاجاه ان هم قتلوه قبل ما يطلعوه للطياره، والقائد قال له شكرا مهمتك خلصت وقطع الحبل ورماه. وكلم هيلين وقال لها تمام ليفي استلم البرج وجاي مات، وده بيكون مصير اللي بيخدم في المكان ده، الاوامر ان محدش يخرج منه وينقل سرهم براه والمكان يتعرف. بنشوف ليفي وهو بيعمل الصيانه للمكان وعمل كل اللي جاي قال له عليه بالظبط
بالظبط، وعدى عليه اول شهر وعمل مكالمه الشهر باللاسلكي وطمن القياده، وكان بيقرا او يكتب وبيكون ابتدى يزهق. وفي مره هو بياخد كتاب شاف كتابات على الحيطه ورا المكتبه، فحرك المكتبه لها كلام مكتوب من كل اللي جم قبله، واستلموا حراسه المكان من ساعه اول جندي جه سنه 1997، وكان في كلمه بتقول اللي خاطر وعدى الحدود هو ده اللي عنده قدرات. ودي كانت كلمه النقيب بيفارد اول واحد جه لحراسه المكان. وفي يوم ليفي سمع صوت وبص على الناحيه الثانيه، شاف دراسارة وهي واقفه بتنشر الخشب، وهي بصت وشافته، وبنعرف انها استلمت حراسه البرج، وبتكون دي المهمه اللي قالت ابوها عليها. وفي يوم تاني دراسار كانت بتغني وبتشرب، وكانت بتبص على ليفي لقيته مشغول في الكتابه، راحت كاتبه له اسمك ايه، وضربت طلقه في الهواء علشان يبص عليها. رد عليها وكتب لها احنا ممنوع نتكلم مع بعض. قالت له انا اسمي دراسار والنهارده عيد ميلادي. رد عليها وكتب لها اسم ليفي عيد ميلاد سعيد، وصب كاس تحيه لعيد ميلادها وشاور لها انه بيشاركها وبيهنيها. بعدها شغلت موسيقى وقالت له تعالى نرقص. قال لها انا ما بعرفش ارقص، انا قناص بضرب نار وبس. قالت له طيب وريني كده، ونشلت على ازازته، وهو رد عليها وكسر لها ازازتها. وقتها دارسا شافت حاجه غريبه بتتحرك ناحيه ليفي، قالت له بص تحت. ليفي بص شاف وحوش شكلها غريب طالعين على الجدران عنده، وكانوا كتير. لما شافهم فجر فيهم القنابل وضربهم بالنار، ومن كترهم دراسار شغلت الرشاش من عندها وضربت معاه وخلصوا عليهم، وافتكروا ان هم ماتوا. لكن دراسار وهي واقفه فجاه لقت ايد تحت رجليها، وكان شكله مخيف جدا. دراسار موتته بسرعه ورمته من فوق، لكن طلع لها غيره كتير وهي فضلت تضربهم بالنار. ليفي كمان ضرب عليهم نار ووقعهم، وكانوا بيقعوا على القنابل والالغام وانفجرت بيهم. وقتها دراسار اتجرحت في كتفها، لكن برضه قدرت تقوم تاني وتضرب نار عليهم وتساعد. ليفي اللي شغل الرشاش بتاعه وفضل يضرب فيهم، وهي كمان مسكت الرشاش بتاعها، وضرب النار كان من هنا وهناك. وفي واحد منهم لمس المستشعرات اللي على الجدران، وساعتها الرشاش الآلي اشتغل والرصاص بقى من كل ناحيه. ولما النهار طلع ليفي كان ماسك سلاحه وبيبص على دراسار، لقاها كاتبه له شفت عيد ميلاد احلى من ده. بعدها ليفي نزل يحط قنابل جديده بدل اللي انفجرت، وكان مربوط بحبل، وجت طياره بدون طيار وعدت من جنبه. الاتنين بصوا عليها واستغربوا دي جت منين، وما كانوش فاهمين حاجه. وفضل الحال كده شهر، وجه شهر ديسمبر وليفي عمل شجره كريسماس علشان يحتفلوا، وكانوا بيحاولوا يونسوا ببعض في المكان الغريب ده، وكانوا بيلعبوا شطرنج من بعيد لبعيد، ورغم البعد بس كانوا بيهونوا الوقت على بعض. وفي شهر فبراير يوم عيد الحب ليفي شاف دراسار وهي بتعيط، وكتب لها مالك. قالت له النهارده يوم صعب عليا، انا حزينه ومحتاجه لك ويا ريتك كنت معايا. ساعتها حس انه لازم يروح لها، وافتكر الكلمه اللي قراها وكانت بتقول ان اللي بيعدوا الحدود هو اللي عنده قدرات، وفكر ازاي هيروح لها. دخل مخزن الاسلحه وجاب صاروخ راس RPG وربطها بحبل وضربه الناحيه الثانيه عندها، لكن البارود ولع في الشجره. دراسار جابت طفايه الحريق وطفت النار وربطت له الحبل في الشجره. ليفي كتب لها انا هتعشى معاك النهارده، واخد لها ورد وراح لها وقدم لها الورد، وهي فرحت بيه جدا. قالت له هتاكل احلى فطيره ارانب من ايديا. وهو راح استحمى ولبس بدله، وقعدوا يتكلموا مع بعض كتير. ليفي قال لها انه من احسن القناصين في العالم، وحكى لها على الارقام القياسيه اللي سجلها في العمليات اللي عملها، وشغلوا اغاني ورقصوا، وطلع بيعرف يرقص كويس. قالت له انت بتعرف ترقص كويس؟ قال لها بكتب شعر. وعرفت منه انه كتب لها قصيده، وطلبت منه انه يقول لها القصيده. وعدى الوقت والنهار طلع، وليفي قال لها انه لازم يرجع البرج بتاعه. وهو راجع على الحبل حصلت مفاجاه، في واحد من الوحوش طلع على الجدار ولمس المستشعرات ودخل القنبله تنفجر. ساعتها الحبل اتقطع وليفي وقع تحت في الوادي. ساعتها دراسار ما فكرتش وجريت بسرعه، واخدت باراشوت وحبل علشان يطلعوا بيه، ونطت وراه ولقت نفسها واقعه في الميه. وقتها حبل الانقاذ وقع منها من غير ما تحس، وكانت عماله تتخبط في الصخور، والميه كانت هتسحبها عند الشلالات، لكن لقت شجره قدامها وراحت ماسكه فيها. وفي الوقت ده كان ليفي متعلق من رجله في شجره ومغمى عليه، وفي حشره كبيره كانت جايه عليه، وقبل ما توصل ليه كان فاق وطلع مسدسه وضربها وموتها وقطع الحبل اللي ماسكه. دراسار سمعت صوت الرصاص اللي ضربه وعرفت مكانه. ليفي وقع على مكان لزج ما كانش عارف يقوم بسببه، الماده اللزجه اللي وقع عليها، ولقى صوابع حشره وبتطلع وعايز تمسكه ومش عارف يقوم. في الوقت ده دراسار وصلت له وضربت نار على الحشره، وراحت ماسكه سكينه وقطعت صوابعها اللي ماسكاه. ليفي كان مبسوط لما شافها وقال لها انت جايه علشان تنقذيني؟ قالت له طبعا، انت لو مكاني هتعمل كده. وهم ماشيين سمعوا صوت مرعب وطلعوا سلاحهم، وشافوا قدامهم ضباب كتير جدا مخلوهم مش شايفين حاجه. وفجاه خرج من الضباب واحد راكب حصان وهجم عليهم ووقعهم، وشويه وجه 2 تانيين. في واحد منهم مسك ليفي واخده ومشي بيه، وفي واحد تاني ضرب دراسار، وليفي عرف يفلت نفسه وضرب نار على المتحول، ودراسار موتت اللي مسكها. وبيكونوا دول نفس الوحوش اللي طلعوهم في الابراج. بعدها كانوا عاوزين يرجعوا للابراج بتاعتهم. دراسار جت تطلع ما لقتش حبل التسلق، عرفت انه وقع منها في النهر. ليفي قال لها ان هم مش هيعرفوا يطلعوا لان طول الجدار اكتر من 500 متر،
بيتر لما شاف لبس الجنود عرف ان هم جنود امريكان، وقال لها دول كانوا قوات امريكيه. دراسار قالت له وانا شفت لبس للقوات البريطانيه والاتحاد السوفيتي. قال لها الزي بتاعهم قديم، اكيد دول الكتيبه اللي جت ومحدش رجع منها. وهم ماشيين شافوا شجر وجثث ناس ميته، المكان كان غريب جدا. وفضلوا ماشيين لغايه ما وصلوا لمكان عليه اعلام امريكا وروسيا، والارض كان فيها شقوق كتيره. ليفيا لها المكان ده حصل فيه زلزال كبير. وقتها وصلوا لكنيسه، ولما دخلوها شافوا جثث ناس ميته من مده كبيره. ليفي شاف في ايد جثه منهم سم السيانيد وعرف ان هم انتحروا. قال لها ايه اللي شافوه هنا خلاهم يهربوا منه بالموت ويقرروا ينتحروا. وهم بيتكلموا فجاه نطت عليهم عناكب كبيره وكانت برجل عنكبوت وجمجمه انسان، وفضل ينزل لهم اعداد كبيره منهم. وفي واحد منهم هجم على دراسار وكان هيموتها، لكن موتته وقامت علشان يخرجوا. ولما فتحوا الباب شافوا الجنود المتحولين قدامهم. ليفي ضربهم بالرصاص ودراسار ضربتهم، لكن في واحد زقها ووقعها في الارض وهجم عليها وكان هيموتها. وفي واحد مسك ليفي ومش عاوز يسيبه. دراسار ضربت اللي ماسكها ورمت قنبله فجرت الحيطه علشان يعرفوا يخرجوا من الكنيسه، لانهم كانوا محاصرين من العناكب والرجال الجوف. بعدها جريوا ولقوا نفسهم في مكان فاضي. ليفي قال لها احنا كده مكشوفين ليهم وهنبقى صيد سهل، لازم نمشي من هنا. وقتها شافوا قدامهم مبنى ودخلوا فيه واكتشفوا ان ده معمل قديم من الاربعينات كان بيتعمل فيه تجارب وابحاث، ولقوا مولد كهرباء شغلوه ونوروا المعمل. ليفي لقى اسطوانه فيلم مكتوب عليها ربنا يسامحنا، شغلها وشاف على الشاشه دكتوره بتقول النهارده 13 يوليو سنه 1946 كنا بنشتغل هنا مع التحالف السري اللي بين الشرق والغرب، كنا بنعمل صواريخ كيميائيه وشغالين على تطوير القنبله النوويه، وحصل زلزال كبير بقوه 8 ريختر، والزلزال اتسبب في دمار المختبر بالكامل وعمل تلوث كيميائي اثر على المكان كله. ومن ساعتها بنحاول نسيطر على التلوث انه ما يخرجش بره الوادي، لان التلوث الكيميائي عمل دمج بين الجينات الوراثيه للبشر مع النباتات والحيوانات والحشرات، واي شخص بيكون موجود في الوادي اكتر من 6 سنين بتظهر عليه اعراض التحول في خلال 5 ايام لو اتصاب بالعدوى. ورفعت هدومها وكانت عليها اثر التحول، وقالت الحسنه الوحيده اللي عملناها اننا عملنا التجارب دي في مكان معزول عن العالم، وختمت كلامها بربنا يسامحنا. وبكده يكون ليفي ودراسار فهموا حقيقه اللي حصل في المكان وليه الناس شكلها غريب وسر الحشرات الغريبه اللي شافوها. ليفي عرف ان هم لازم يمشوا في اسرع وقت قبل ما يكملوا 6 ساعات في الوادي. وهو ماشي شاف جهاز كمبيوتر، قال لدراسار الجهاز ده حديث، ده من الالفينات. دراسار قالت له هم ليه ما بعتوش قوات تقصف المكان وتدمره. ليفي فتح الكمبيوتر وعرف ان المكان ده تبع منظمه اسمها دارك ليك بتعمل تجارب وابحاث هدفها انها تعمل جنود خارقين، وده السبب ان هم لسه سايبين المكان طول الفتره دي. المنظمه دي مختصه في الابحاث الوراثيه، وهم اللي بيبعتوا الطيارات المسيره علشان تاخد عينات للحمض النووي للرجال الجوف كل فتره علشان يعملوا تجاربهم عليهم، لان هم عاوزين يكون عندهم جنود خارقين. علشان كده اللي هجموا علينا لابسين لبس الجيش. ليفان قال لها احنا هنا علشان محدش يخرج من المكان ده ويطلع اسرارهم. فشاف ملف سري وفتحه، لقى فيه برنامج حمايه اسمه الكلب الضال، وده اتعمل علشان لو المكان اتعرف يشغل صاروخ ذاتي يدمر المكان كله. وعملوا منطقه امنه بعيده عن الاشعاع والدمار اللي هيحصل على بعد 4.2 كيلو متر عن المكان. وهم خارجين من المعمل دراسار ما لقيتش شنطه الذخيره بتاعتها. قالت له الرجال الجوف اخدوها. دراسار لمت قنابل دخان قبل ما يخرجوا، ولما خرجوا لقوا شنطتها بره موجوده على الارض. دراسار اخدتها وفجاه لقت نفسها بتتسحب من رجليها، وده كان فخ وهي وقعت فيه. والراجل سحبها بسرعه لانه راكب حصان وفضل يجرها. وليفي حاول ينقذها لكن ما قدرش يحصلهم. دراسار كانت بتخبط في الشجر لحد ما دماغها اتخبطت في شجره واغمى عليها، وليفان فضل يدور عليها ويمشي ورا اثرهم لغايه ما وصل للمكان اللي هي فيه ونده عليها وهي ما ردتش. وبنشوفها وهي متعلقه من ايديها وفي خشبه جوه بطنها وفاقده الوعي. وبنشوف المتحول اللي خطفها وهو بيلف الخشبه اللي في بطنها علشان يوجعها ويفوقها، وقرب منها علشان ياكلها وهي راحت ضربه بالرجل ونطت وفكت نفسها ونزلت على الارض. وجابت حديده ليها سن مدبب وضربته بيها وهو مسكها وحدفها على الارض، وهي دخلت الحديده في رجله وحدفت سكينه عليه وهو طلع سيف علشان يموتها وفضل يضربها بيه. وهي كانت بتهرب منه لغايه ما وصلت للنار المولعه واخدت خشبه منها وحطتها جوه وولعت فيه، لكن كان هيهجم عليها ساعتها ليفي. وصل لها وضربه بالرصاص موته. وبص على الاسم بتاعه لقى اسمه بيفورد، وده اول واحد جه لحراسه المكان. بعدها ليفي اخد دراسار وراحوا المخزن الصواريخ وقال لها انا وصلت لك عن طريق المخزن ده والمخرج من هنا. وهم ماشيين قال لها الزلزال عمل تسريب في الصواريخ وخرج اشعاع عمل تلوث، والتلوث انتشر مع الضباب والكل اتصاب بيه. وهم ماشيين عدوا على مركز الاشعاع وشافوا الناس اللي تعرضوا للتلوث وهم مربوطين مع بعض في خيوط متشابكه عاملين زي الخلايا. دراسار وهي ماشيه داست على جزء من الخيوط ومسك فيها ولف عليها وخنقها وكانت هتموت، لكن ليفي رجع لها بسرعه وقطع الخيوط واخدها. لكن قبل ما يخرجوا الخيوط مسكت رجل ليفي. دراسار
دراسار طلعت قنبله ورمتها عليهم وفجرتهم كلهم واخدوا بعض وجريوا بسرعه من المخزن. لقوا قدامهم مكان الصيانه، دخلوه لقوا فيه عربيات حربيه مدرعه بيكون فيها موتور رافعه. ليفي عرف يشغلها وقال دراسار تسوقها، قال لها روحي ناحيه الشرق عند الحبل اللي اتقطع. ولما وصل تحت البرج الشرقي لقوا الحبل وربطوه في العربيه، ولقوا المتحولين جايين عليهم. دراسار ضربتهم بالنار لحد ما سلاحها فضي، وليفي جه وكمل عليهم بسلاحه وضربهم. في واحد منهم هرب وراح لدراسار وموتته، وشغلوا العربيه وطلعوا بيها لفوق وشغلوا الرافعه وكانوا طالعين واحده واحده. ولقوا واحد من المتحولين وصل لهم ضربوه ووقعوه، كان في متحول طالع لهم على الحبل وكم واحد طلعوا على الحيط، وليفي كان معاه سيف وفضل يضربهم بيه. ودراسار لقت فاس في شنطه العده وضربتهم، وكانوا كتير جدا لدرجه ان في واحد جالهم من فوق وخنق دراسار. راحت كسرت ازاز العربيه ووقعته، ونط على ليفي واحد منهم وخده وقع بيه وكان هيموت. ليفي لحق نفسه في اخر لحظه قبل ما يقع ومسك في العربيه، ولما لقاهم كتير قوي راح ماسك السكينه وضربها في تانك البنزين وولع فيهم. وقتها وقفوا على صخره وقطعوا الحبل ورماهم بالعربيه وخلص عليهم. وقتها كانوا وصلوا لبرج المراقبه الشرقي بتاع دراسار وبصوا على المكان وقالوا دي وادي الجحيم. ليفي قال لدراسار احنا هنتابع نفسنا 5 ايام علشان نتاكد اننا ما جالناش عدوى من وجودنا في الوادي. فقال لها انا عرفت اختاروني للمهمه دي ليه؟ لان ما عنديش حد يسال عليا، وما كانش عندي حبيبه تخليني اتمسك بالحياه، لكن دلوقتي عندي حبيبه وعندي سبب قوي يخليني اتمسك بحياتي. دراسار قالت له تعالى نهرب من هنا ونروح فرنسا، انا اعرف مكان كويس في فرنسا نعيش فيه ونكمل حياتنا هناك. قال لها انا بحبك وموافق اعيش معاكي في اي مكان، لكن لو مشينا من هنا هيجوا 2 تانيين وهيفضل المكان ده موجود باسراره وجحيمه. قال لها احنا ندمر الوادي ده باللي فيه. وبعدها رموا حبل التسلق للناحيه التانيه، ورجع للبرج بتاعه وعمل اختبار اللاسلكي بتاع كل شهر. ولما دخل الكود بتاعه لقى اللي بتكلمه المره دي هيلين، وسالته انت نزلت للوادي وفتحت جهاز الكمبيوتر اللي في المعمل؟ قال لها لا ما نزلتش. قالت له انت عارف هدفنا ايه؟ اننا نعمل جيش امريكي لا يقهر ولا يهزم ويقضي على اي جيش في العالم. قالت له اكيد حارس البرج الشرقي اللي قدامك هو اللي نزل ودخل على الكمبيوتر، انا بامرك تقتل الحارس الشرقي حالا. قال لها تمام اعتبريه حصل. وبعد ما قفلت معاه بنعرف ان الكمبيوتر بعت صورته هو ودراسار وهما في المعمل، وهي عرفت ان هما عرفوا كل حاجه عن المكان. وقتها هيلين قالت ليفي خرج عن السيطره ولازم يموت، فكلمت واحد وقالت له لازم اخلص عليهم. بنشوف ليفي ودراسار وهما ماشيين على حافه ومعاهم حبل بيوصلوه بالمخفيات اللي بتخفيهم عن الاقمار الصناعيه. ليفي شاف الطياره جايه عليهم ومكتوب عليها اسم منظمه دارك ليك، وقتها عرف ان هم قرروا يخلصوا عليهم وقال لدراسار اهرب بسرعه. بنشوف هيلين وهي جايه بنفسها في الطياره علشان تتاكد ان اللي عرفوا سر المكان راحوا في خبر كان، ولما دوروا عليهم ما لقوش حد منهم موجود، فبعتت وراهم الطيارات الرباعيه، ودي طيارات مقاتله بتضرب نار من غير طيار. الطيارات طردتهم في الغابه وضربت عليهم نار، وليفي رجله اتصابت وهو بيضرب عليهم نار وبيوقعهم، ودراسار وقعت 2 ودخلتهم في بعض ونجحوا ان هم يوصلوا للمنطقه الامنه. وهيلين لقت ليفي كتب كلمه زي الجنود اللي كتبوا، وكلمته كانت هم 3 حاجات صعب تخبيهم الشمس والقمر والحقيقه. فعلا صدقت والله يا عم ليفي. وبنشوفه وهو بيدمر المخفيات، وده هيخلي جهاز الانذار يشتغل، وبكده بروتوكول الكلب الضال هيشتغل والصاروخ الذاتي هيدمر المكان كله. وقتها ليفي ودراسار كانوا في المنطقه الامنه والصاروخ انطلق من هنا والانذار اشتغل، والست هيلين طبعا عارفه اللي هيحصل وجريت على الطياره وقالت لهم انا ايه اللي جابني هنا، وما لحقتش تهرب لان المكان اتدمر والطياره وقعت بهم في الجحيم. ومن قوه الانفجار ليفي طار وقع في الميه لانه ما وصلش لمنطقه الامان بسبب اصابه رجله. ودراسار كانت وصلت لمنطقه الامان واستنته يجي، وعدى 5 ايام وليفي ما ظهرش، وكانت اتاكدت انها مش مصابه بالتلوث اللي حصل في الوادي. وبعدها قررت انها تسافر فرنسا للمكان اللي قالت لليفي عليه. وبنشوفها وهي اعتزلت المهنه واشتغلت في مطعم، وليفي راح لها وقال لها عندك فطيره الارانب؟ قالت له اتاخرت عليا. قال لها بس في الاخر جيت، وعاشوا في امان الله وخلفوا قناصين صغننين كده. وبكده يكون انتهى ملخص فيلمنا النهارده. استنونا الملخص الجاي وما تنسوش تشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.